الحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إنما يتقبل الله من المتقين بسطت إلي يدك لتقتلني على معصيتي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين يريد أن تبوء بإثمك وتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغلام وواري سوءة أخي فأصبحت من النادمين لذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءهم ذلك بيان ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من والصارق والصارقة فاقطعوا أيديهما بما كسبوا نكالا من الله عزيز حكيم من بعد ذل وإن الله يتوب عليهم غفور الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين يريد الله أن يطهر سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وعندهم التوراة فيها حكم الله ويتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن يكن بما أولئك هم الكافرون فكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن اعتدى بها كفارة له ومن لم يكن بما أنزل الله أولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى
عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا اتبع أهواءهم واحذر من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فحكم الجاهلية يبغون وما نزل من الله يبلغ تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بهم مرض يصارعون فيهم يقولون لو شاء أن تصيب دائرة عسى الله يأتي بقدر وهؤلاء الذين أقسموا بالله يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ربهم لكنوا من ربك وإن لم تفعل فلا بلغت رسالته والله يحسبك من الناس إنك لا يتم ربك قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما يهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم وعموا وصموا كثيرا ولكبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله وما من إله إلا إله واحد وما يقول ويمسن الذين كفروا بالعذاب فلا يتوبون إلى الله يستغفرون المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا من ضلوا وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الذين كفروا من بني إسرائيل يتولون الذين كفروا بسماوات ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع
رزقكم الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن دين الله وأنتم وأطيعوا الرسول الصالحات جناح فيما ضعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماؤكم بأمر الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو حد ذلك يا مريم السيارة حرم عليكم في البر ما تدخلون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والغنم إذا ذلك لتعلموا أن لا يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم وأن الله نزيد عن أشياء إن تبد لكم تسوكم ولا سائبة ولا وصيلة ولا هام ولكن الذين آمنوا يذرون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يرجوكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم وآخران من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله
مقامهما من الذين اصطحب عليهم الأولياء ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ بالبينات الذين كفروا منهم من وإذا أوحيت إلى الحواريين ينزل علينا مائدة من السماء ونده لا يفرطهم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أسستنا ونكون علينا من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لأولنا وآخرنا آية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم ومن يكفر منهم فإني أعذبه ولا أعذبه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت أعلم ما في نفسي أعلم ما في نفسي فإنك أنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت بي وما توفيتني كنت أنت الرقيب علي وأنت على كل شيء تعذبهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ملك السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من دين ثم قضى أجل وأجل مسمى يتسمى والله في السماوات ومن يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون من آيات ربهم إذا كانوا عنها معرضين وكذبوا بالحق وما جاء وسوف يأتيهم ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا نزلنا عليك كتابا في الدرس على السوء يأتي وقال الذين
كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون ما سكن إليه ولا قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يدعم ولا يطعم قل إني أريد أن أكون الله بضر فلا كاشف له إلا هو كل شيء وهو عباده أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة ولا يدعو إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون ممن افترى على الله كذبا كتب إنهم لا يفلحون الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا قالوا وما ربنا ما كنا مشركين كيف كذبوا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون إذا جاءوك يجادلوك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا نكون من المؤمنين ما كانوا يقولون ولو ردوا لآتوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون إني إلى حياة الدنيا ما نحن بمبعوثين إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا وخسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها حاضر ولا سامع وما الحياة الدنيا إلا لعب قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون وإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا تبدل لكلمات الله وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما السماء إنما ينتجب الذين يسمعون فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا وما من أمثالكم ما فرنا من نساء من شيء ما إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ليس إلا إن أتاكم
أنفسنا تضرعوها كسبوب وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم إله غير الله يهديكم من كيف نصرف آياتكم ونذركم قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله بعد وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين الذين كذبوا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك أتبع إلى ما يوحى إلي وليس الأعمى والبصير فلا تتمكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون لا تذر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول هؤلاء جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة فتاب ينادي وسير آياتي وليس السبيل سبيل المجرمين قل إني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به قل لو أن عندي ما تستعجلون لقضي الأمر بيني وبينكم أعلم بالله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها في ظلمات الأرض والأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليضاع أجل مسمى ثم إليه مرجعكم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويهين بعضكم بسبب كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون به قوم وهو الحق ولست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى
يغوص في حديث ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وأن تعدل كل عدل لا يقدر بنا أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا موجرهم من حبيب وعذاب أليم بما كانوا ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا ربي سيغفر ولا شيء ولا تذكرون أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ومن ذريته بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء بموسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس وهذا كتاب أنزلناه
مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وما قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم وأمدتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أن فيهم إن الله بالغ الحب والنوى يخرج